السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان، تحياتي لكم، مساء الخير. دائما وأبدا نرحب بالجميع الإخوان الجدد والقدماء اللي معنا دائما كيتابعونا منذ تأسيس ديال هذه القناة. الإخوان، كيفاش تعرف بأن داخل الصخور كاين أحجار كريمة؟ كنا هضرنا على هذه الحضانة. هنايا ملي كنشوفوا هذه الحجرة هذه شنو كيوقع؟ خصها الحجرة تكون عريضة، الحجرة تكون عريضة بواحد النسبة كبيرة. شحال ما كتكون هاد الحضانة أعرض أكثر من 20 سنتيم ولا أكثر، والطول ديالها خصو يكون كبير. يعني داك الحجر كيكون نازل، مثلا تلاقينا هذا جبل ولقينا فيه العرض ديال داك الحجر مزيان، هاد الكوارتز او الحضانه، وكنلقاو يعني الطول ديال ديك الحجره يعني نازل بزاف، يعني نازل بواحد الشكل يعني كتير وكبير. وشحال ما كيكون العرض ديال الحجر عريض فوق من 20 سنتيم ولا اكثر، كنعرفوا بان داخل او داك الجبل كيحتوي على احجار كريمه او لا شبه كريمه. لهذا ماشي بالضروره كل الاحجار غتكون احجار كريمه داخل الجبال، وعلى حسب المناطق اللي كنت كدير البحث ديالك فيها. اوكي. الاخوان، ملي كنلقاو هذه دلاليه او هاد المسائل اللي غتسمع اليوم، ممكن واحد العدد ديال الناس ما غتبغيش توريك هاد المعلومه، كتخبيها وكتخليها لراسها. هذه اسرار ديال المنقبين، غادي نعلنوا عليها ان شاء الله باذن الله في القناه. تلاقينا هذا الحجر كترجع للور او للوراء، كترجع للوراء ديال داك الجبل. المهم الحجره كتخليها امامك وكترجع للوراء. كنشوف الجوانب ديال هذيك الصخره اللي تم العثور عليها، الجوانب ديالها الالوان المطلوبه. هاد الالوان المطلوبه ضروريه، من تما كيتم معرفه ديال النوع اللي كتحتوي هاد الحضانه من احجار. ممكن ياقوت، ممكن ما نقدروش نوريو، ولا ماشي نوريو، وانما ما نقدروش نحددوا. انت اللي غادي تحدد ديك الساعه، حنا كنعطوك معلومه وانت اللي غادي تحدد اشنو بان لك تما. اوكي. ملي كنلقاو هاد الحضانه، الجوانب ديال هاد الحضانه كنرجع للور، ويستحسن ترش بالماء. كنرشوا في الجوانب ديال هاد الحضانه هادي، كنرشوا في الجوانب. كيبان لنا بين اللورات، ممكن غادي يبانوا بين اللورات في الصخور، ممكن في الجبل، ممكن ما غيبانوش هاد العوالم هادو او هاد العوامل ديال هاد الالوان. هنايا ملي كيبان لي داك اللون اخضر كنعرف اش من اللون. يعني اللون كيعطيني اما الجاد او لا الزمرد. الزمرد ما كيتمش العثور عليه كيكون قريب. هذا معلومه خصكم تعرفوها. كيكون يعني في مغارات كبيره وفي عمق كبير، ديال المسافه ما بين الارض وما بين سطح الارض والعمق ديال داك المكان. تما فين كيتم العثور على الزمرد. الزمرد ما كيكونش اغلبيه الاوقات، كيكون في لا بروفوندور او في العمق ديال الجبل او ديال الصخره. ملي كنشوفوا هذاك اللون كنميزو، ماشي غنحكم عليه تلقائيا. الا تلقيتو اصفر ممكن يكون سيترين او الاوبال. المهم حنايا ما غاديش نقدروا، حيت الاوبال كيكون عنده الوان كثيره. الاوبال فيه بعض الالوان كثير، وممكن غتصادف انت اوبال وما غاديش تعرفوا. ان شاء الله غادي نوريوكم الطريقه ديال كيفاش غتتعرف على الاوبال. الا لقيتي الصخره باش تعرفها، يعني خصك طرق باش تقدر تمكن من معرفه ديال الاوبال. والا كاع هزيتي ما غاديش تعرفوا. يعني ان شاء الله كل هادشي غادي نطرقوا ليه في الفيديو القادم على الاوبال، واين هو النوع ديالو والاثمان ديالو اللي كتكون طالعه ان شاء الله باذن الله. الطريقه ديال البيع الاخوان راه اسهل طريقه هي باش تبيع، غير الناس ما كتبغيش، ما فهمتش، ما بغاش تبحث، يعني تخدم الدماغ ديالها باش تقدر تبيع حتى هي. اوكي. الاخوان، اللون قلنا كنلقاو هاد الحجر الابيض شكل الحليب. الجوانب ديالو كنلقاو الوان، كتكون الوان عديده. ما نقدرش نحدد لك، انا انت اللي كتحدد ديك المنطقه اللي راك انت كدير البحث عليها او البحث فيها. ما بان ليا والو هنايا. شنو كندير؟ كنحاول نغطس او لا كنغرق المكان ديال هذا الحجر. هذا ما بان ليا حتى حاجه، ما بانوش ليا الجوانب ديال الحجر. ولكن ملي كتكون هاد المعالم او هاد الحجر لقيناه، عرف بان كاين ما بين هاد الحجر او دوك الصخور غتلقى حجر
عنده قيمه ماديه، ما غاديش نقولوا، ولكن على حسب كما كنقول دائما، على حسب النوع ديال الحجر اللي لقيتي. لهذا هذه هي احسن هديه اللي غنعطيها للمتابعين ولا المشاهدين الكرام ديال قناه الاحجار الكريمه النادره، هي ملي كتعثر على هذا الحجر هذا، ما بان لي والو في الاجناب ديالو ولا في الجوانب ديال هذا الحجر، ما بانت لي حتى حاجه. شنو كندير؟ كنحاول نحفر في هذا المكان اللي موجوده فيه هذه الحضانه. شحال ما كنحفر ممكن غتلقى متر ونص 2 متر، ليسونسيال او الهدف غادي تلقى. هذه من احد العوامل ولا الدلالات ديال عن تواجد الاحجار. خوت كاين الضجيج، انا دابا كاين فوق الشارع، كاين عندي شويه ديال الضجيج، كنعتذر. الاخوان كما قلنا، ملي كتلقى هذا الحجر وكدير التنقيب ديالك ما بين الجوانب، كتحفر، كتحاول تحفر ما تملش، حيت ممكن غادي يكون استعصاء ديال الامر، يعني التربه او الحجر غيكون عنده مئات ديال الملايين ديال السنين وهو مدفون في الارض، ولكن كن على يقين بان احد الدلالات ولا احد المسائل اللي غتقدر تدلك على الاحجار هو هذا الخير هذا اللي ما عمرك سمعتيها. وكنتحدى ايا كان هضر على هذا الموضوع هذا ديال هاد البركه هذه ديال هاد الحجر هذا، الكوارتز كما كتلاحظوا هنايا. شحال ما كنحفر، شحال ما كنلقى، غتلقى بلورات صغيره، غتلقى، المهم كاين ما تلقى. حيت شفنا ناس اخوان ديالنا كانوا في المشرق، داروا تنقيب على اماكن، عطيناهم كيفاش داروا تنقيب على هذا المكان اللي كتواجد فيه هذه الحجره، والحمد لله لقاو عثروا على احجار ماشي باهظه الثمن ولكن محترمه. الاخوان هذا موضوع ديال اليوم، يعني بغينا الكل اللي ما فهمش او لا ما عرفش، يعني ما فهمش شنو المقصود من هذا الحجر هذا، يعاود يعطينا في الكومونتير، وان شاء الله باذن الله غنحاولوا نبسطوا له اكثر الطريقه كيفاش غادي يدير التنقيب ديالو. المهم عطينا كل ما يهم التنقيب على المكان اللي كتواجد فيه هذه الحضانه هذه. هذا الاسم الشائع ديالها هي الحضانه. ما لقيناش في الجوانب ديال هذا الحجر او الفوق ديالو، كنحاولوا هرس هذا الحجر هذا، حفروا ولكن بتمعن، يعني ما تفرصيش على هذا الحجر. ممكن غتلقى بلورات داخل هذا الحجر هذا عندها اثمان، كتكون احجار قطع صغيره ولا احجام صغيره، ولكن عندها اثمان مزيانه. وان شاء الله غنحاول الفيديو القادم غنهضر لكم على هذه الحضانه. عندي حضانه اخرى وغادي نقول لكم دوك البلورات ديال الكوارتز اولا ديال الكريستال داخل ذاك الحجر ان شاء الله باذن الله. كما كتلاحظوا عندي هنايا بعض راه نفس هذه العمليه غير هذه كتكون الى بروفوندور في الارض، كتكون بواحد العمق كبير داخل اولا تحت الارض. كما كتلاحظوا هذه راه لو كنشوفها محطوطه راه ما غاديش تعرف بانها كتحتوي على بلورات ديال الكريستال. هذا الكريستال الشعيري او لا، يعني فيه شعيرات صغيره ما كتبانش بالعين المجرده، ما عرفتش كتبان لكم مزيان الاخوان، ولكن تحتوي على شعيرات صغيره. كاين الكريستال العادي وكاين الشعيرات سوداء، كاينه ذهبيه. المهم كاين ان شاء الله هذا الموضوع غنطرقوا ليه من بعد. غير الموضوع ديالنا هو هذا الحجر هذا راه ممكن غتصادفوا كتكون على شكل كره مكوره او على هذا الشكل كما كتلاحظوا على شكل بيضاء، وكتكون كتحتوي على الماء. غادي تحركها، غادي تسمع شي حاجه كتحرك لداخل، غيسحب لك، انت غتقول شنو هذه الحجره كيفاش. واحد العدد ديال الاحجار وبالاخص ديال الكوارت اللي كيكونوا خاليين او فارغين من الداخل، كيكونوا حبيبات ديال هذه الاحجار هذه اللي كتبان لكم داخل هذا الحجر، وكيكون كتحتوي على الماء. ملي كنحركوها كتسمع واحد الهدير ديال الماء، وواحد حبيبات ديال الحصى كتتكلم داخل هذا الحجر، وغادي يسحب لك بانه كتحتوي على شي ماده غريبه او لا. هذا راه ما كاين حتى حاجه. لهذا الاثمان ديال هادو الاخوان راه ما كاينش بزاف، هادو راه دايرين 40 درهم 50 درهم على حسب الحجم ديالها والالوان. كاين الالوان الحمراء، كاينه بزاف منهم الاميتيست كيجي حتى هو على هذا الشكل هذا. فيهم الكوارتز الدخاني
كما كتلاحظوا هذا كوارتز دخاني اخي الكريم اختي المشاهده. هذا راه كتعجبد الهضره، يعني هذا هو علاش جبنا هذا الموضوع هذا. كما كتلاحظوا نفس القطعه ولكن هذا اسود وهذا ابيض. لهذا بغينا الكل يستافد من هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله، ولنا موعد مع حجر ان شاء الله باذن الله حضانه تحتوي على بعض البلورات ان شاء الله ديال الكوارتز. لهذا كونوا في الموعد الاخوان، بارطاجي. بغينا الاخوان كاملين يتابعوا معنا في القناه، بارطاجوا لنا هذا الفيديو الاخوان مع اكبر عدد ممكن. الاخوان الموضوع ديال اليوم ان شاء الله على هذا الكوارتز. كما سبقنا وذكرنا كاين الكريستال وكاين الكوارتز، هي الحضانه تتم الفيديو اللي سابق على الحضانه. الاخوان كما كتلاحظوا هنايا هذا الكريستال، والكريستال كما كيعلم الجميع كاين فيه انواع كثيره، كاين الابيض وكاين الاسود الدخاني. الموضوع ديال اليوم الاخوان كما كتلاحظوا هذه حجره كما كتلاحظوا مازال ما اكتملش الاكتمال ديال النمو ديال هذا الكريستال، مازال ما كاملش. باش نزيدو نوضحو هانتوما الاخوان كما كتلاحظوا هنا هذا نمو غير مكتمل. نتمنى تكون الرؤية واضحة ان شاء الله، وغادي نزيدو نعطوكم حجرة اخرى ان شاء الله باش تبان لكم الرؤية اكثر واوضح. كما كتشوفوا هاد التشكيله هنايا الاخوان كاين بعض البلورات صغيورين ديال الكريستال. هما هنايا غنضيف لكم بعض المعلومات الاخوان بالنسبه لهذا الكريستال. كاين ناس كيقول لك انا عندي كريستال ولكن ما الاثمان ديالو يعني ضعيفه. كيفاش غنحصل على الاثمان ديال الكريستال تكون اثمان محترمه ماشي غاليه، وانما غتكون فايته واحد 100 دولار ولا 200 دولار لكل قطعه ان شاء الله، ولكن الحجم ديالها تقريبا غير قد هكذا ان شاء الله. بغينا هذا الموضوع باش الكل يستافد معنا، بقاو معنا حتى لاخر الفيديو ان شاء الله باذن الله باش نعطوكم معلومات على هذا الكريستال. واحد الدقيقه الاخوان، على هذه البلورات كما كتلاحظوا جايه بحال اشكال ديال البيراميده ولا هرميات الشكل. كما كتلاحظوا غنقدموا عليها معلومات بالنسبه للناس اللي كتمتلك هذه القطعه بحال هذا الشكل. كتكون في واحد الزخرفه خاصه وعندهم اثمان ديالهم عند لي كوليكسيونر ان شاء الله باذن الله. الاخوان كما كيعلم الجميع بان الكريستال هي الماده اللي كنقيسوا بها اي حجر سبحان الله، واخا القساوه ديالو او الصلابه كما كتسمى ضعيفه، يعني واصله عندها واحد النوعيه ديال الصلابه ديالها، يعني ما كتفوتهاش. الصلابه ديال الكريستال او الاخوان كيف كتعلموا هي 7 درجات على مقياس موس. 7 درجات على مقياس موس هو القساوه او الصلابه كما كيسموها الناس الاخوان ديال الكريستال. وكل ماده عندها صلابه ديالها ان شاء الله. غنتطرقوا لهاد كل حاجه، غنعطيوها الحديد النحاس، المهم كل حاجه ان شاء الله باذن الله غنجيو لها في المستقبل باش نوضح لكم المواد الصلابه ديالها ان شاء الله باذن الله. الموضوع ديال هذا الحجر هذا كاين الكثافه ديالو الاخوان كتكون ما بين 2.59 2.65. هنا هضرنا على جوج ديال الكثافات. الكثافه كاينه الاولى النوعيه ديال 2.59 وكاينه 2.56. 56 هي دائما 65 عفوا 65 هي احسن كثافه والاصليه. ملي كنهضروا على جوج كثافات هضرنا وسبقنا ذكرنا هذا الموضوع هذا في الفيديوهات السابقه. كنقولوا بان كاينه كثافه ديال مثلا هذا الكوارتز قلنا الكثافه ديالو 2.59، وكاينه الكثافه الاحسن او الحجر الكاليتي مزيان هي 2.65. احسن كثافه هي 2.65 ديال الكوارتز. وبالنسبه للقساوه ديالو الاخوان راه كتكون 7 درجات على مقياس موس. اما التركيبه الكيميائيه رباعي السيليكات، هذه التركيبه الكيميائيه ديال هذا الحجر سبحان الله. ذرتان اضافيتان من الاكسجين، هذه هي التركيبه ديال هذا الحجر سبحان الله. ومن هنايا ممكن غادي نباتقوا بعض الاحجار، او ممكن لو كان تكون في واحد الحضانه او لا يكون هذا الحجر مع احجار اخرى كيعطينا واحد الشكل اخر ديال واحد الحجر.
ان شاء الله غنطرقوا لهذا الموضوع هذا. عندنا ثلاثه ديال الاحجار، مثلا كتقول الكوارتز، وكنقولوا الهيماتيت مع الحديد اولا مع الذهب، كيعطينا واحد النوع ديال واحد الحجر، كيتكون منه نوع ديال واحد الحجر وكتكون القيمه ديالو طالعه. هاد المعلومات الاخوان سبحان الله، كل حجر عنده تركيبه ديالو، وكل تركيبه ملي كتكون فيها جزئيات ديال حجر اخر ولا معدن اخر كيعطينا تركيبه غير الكوارتز. هو من الكوارتز ولكن كيعطينا تركيبه ممكن نلقاو بحال السيترين، بحال الاوبال، بحال بزاف ديال المعادن عندها ثمن ماشي باهظ بحال الياقوت والزمرد والديامون ولا الالماس، وانما كتكون الاثمان ديالها محترمه. وكاينه بعض القطع اغلى من الالماس اخي الكريم اختي المشاهده. هذا الموضوع خصك تعرفوا بان ماشي غير الديامون هو اللي غالي، كاين الياقوت، كاين الزمرد، وكاينه احجار اخرى حتى هي كتمشي مع داك، كتحسب حتى هي بالقيراط ليس بالغرام. الموضوع الاخوان كما سبق لنا وذكرنا، كتشوفوا هاد البلاورات الصغيره ها هي واضحه لكم هنا. شوف هاد الاشكال البيراميد، هاد الاشكال الهندسيه اللي كاين هنا، شوف هاد الحجر طبيعي ولكن ما مكتملش النمو ديالو. شوف الا قلبنا هاد الحجر كيعطيونا اشكال هندسيه اخرى. الخوت كاين ناس كتقلب على هاد الاشكال بالضبط، هاد الاشكال هادو حيت كيجوني مراسلات ولا كتجيني رسائل عند الاخوان ما كيعرفوش فين يبيعوا الاحجار ديالهم. اخي الكريم دير موقع كما بغا يكون فيس اولا ما بغيناش نسميو الاسماء، يعني دير اي موقع ونشر فيه الصور ديالك اللي عندك، وراه كون على يقين راه غيجيو لك الناس اللي غتشري من عندك، كون على يقين. الاخوان بالنسبه لهاد القطع هذه لو كان يتم الكسر ديالها، بغيت نوريكم واحد الجزء صغير ديال واحد القطعه ديال الكوارتز بحال هاد الشكل. شوف هذه راه مازال ما تسقلاتش كما كتلاحظوا. هذه راه ممكن غتحطها في واحد الحاجه، مثلا حجر بحال الشكل، اولا في قطعه ديال العود وكتب عليها الاسم ديالها ووقفها بحال الشكل، ولكن خصها تكون مسقوله، يعني خصها تكون مسقوله باش تبان المعالم ديال هذا الحجر، بحكم راه مازال ما باينش المعالم ديالو كي داير من الداخل، هذا واش اسود واش بني واش. لهذا هاد الاحجار اخي الكريم اختي المشاهده، هذا حجر طبيعي كوارتز كما كتشوفوا، كريستال عفوا، شوف بيراميد اولاش على جاي على هذا الشكل هذا، ومباتق بانه هذا الحجر هذا الاصلي، ولكن لو كنحطوا على واحد الشكل ونكتبوا عليه الاسم ديال هذا الحجر هذا راه غتعطاه قيمه، وتدخلوا لا كوليكسيون ديال ايا كان. هذا الحجر انت اللي حقرتي مثلا، كاينه الناس كتقلب على هذا الشكل هذا الهندسي بحال هذا الشكل، ممكن غدير منه قلاده، ممكن غتحطوا عندها في. لهذا ما تستهنوش بالاحجار اللي عندكم. لقيت هاد الحطانه ولا هاد الكوارتز بحال هذا الشكل، هاد الكريستال اللي كيجي داخل من هاد القطعه ديال الكوارتز، شوف الاخوان هنا في اشكال هندسيه كبيره، ما عرفتش غتبان لكم، انا نحاول نكبر الصوره اخي كريم اختي المشاهده. شوف كيبانوا، راه بالعين المجرده اخي الكريم كيبان واحد الرؤيه رائعه لهذا الحجر هذا لو كان يتقطع هذا الجزء هذا بطريقه مزيانه راه غادي تباع لهاد الجهه هذه بالضبط، والحجم ديالها صغير. شوفوا اليد الاصبع ديالي يعني صغيره، هذه راه ممكن توصل ل 1000 درهم اولا 100 دولار اخي الكريم. شوف قداشنا هي هاد الشكل هذا دابا، شوف الابهام ديالي قداشنا هو، ولكن هذا الحجم هذا صغير لو كان تقطع بشكل هندسي رائع كن على يقين بان الاثمان غادي تشد فيها ثمن مزيان. غادي نحاولوا نكبروا هذه الصوره هذه باش تبان لكم هاد الاشكال اللي كاين هنايا اخي الكريم. شوف العظمه ديال الله سبحانه وتعالى في هذا المكون ديالو. شوف هاد الاشكال هادو، كاينه ناس كتقلب على بلورات بحال هاد الشكل وبهاد الاشكال الهندسيه،
دي بتي بيراميد صغيورين على شكل مستطيلات. شوف لداخل الجوف راه باقي هنايا احجار اخي. شوف كيبان لكم واحد اللمعان هنايا، ها هي حجر، هذا حجر، ها هو شوف هذا حجر، ها هو واقف. شوف ها هي احجار لداخل، ما بغيتش نهرسها، المهم نقيتها شويه، ولكن كما لاحظتوا يعني ما بغيتش نزيد باش ما نزيدش نخسر هذا الحجر اكثر، حتى ندير له تقطيعه تكون خاصه. شوف شوف اخي ندير هذا المكان هنا. شوف هنايا ما بغيتش نقيه، ما بغيتش حتى نعطيه وقت ديالو باش حتى الطريقه ديال التقطاع غتكون مزيانه. شوف هادو كلهم بلورات عموديه بحال البيراميد، بحال شكل هرمي، وباقي قطع لداخل. شوف هاد الاشكال اخي الكريم اختي الفاضله. شوف حاولوا نقلبوا الحجر باش تبان لكم مزيان. هاد الاشكال الهندسيه كاينين ناس كتبحث على هذا. ما تحقرش الحجر اللي عندك، الا كان عندك اشكال بحال هادو راه ممكن دير منهم اجزاء صغيره وتبيعهم باثمان ماشي غاليه، وانما الا كان عندك 10 ديال القطع اخي الكريم وبعتيهم 1000 درهم راه مزيانه، ولا كانت عندك تبيعهم 100 دولار راه الخير والبركه. وانتم اخي الكريم هنايا مع تم هنا هرست هذا الحجر، كان حجر كبير كما كتلاحظوا. هنا اخي الكريم هذا كيتسمى الجرانيت، هذا واحد النوع ديال الحجر، هنايا جرانيت. شوف واحد البلوره كاين هنايا. شوف كاين حجر اخر هانتوما شتوه كي داير. وهاد البلورات حتى هما راه عندهم اثمان ديالهم. هاد الاشكال الهندسيه انت اللي كتقول ما دايره والو راه عندها اثمان ديالها، الثمن ديالها يعني الثمن ديالها خاص. هنايا الاحتراقات ديال هاد الحجر داخل الصخور، هاد الكحول اللي كتبان لك هنا كاين واحد العوامل ديال الحراره، كاينه طقوس هنا ماشي طقوس استغفر الله العظيم، وانما كاينه طريقه ديال كيفاش التركيبه الكيميائيه وكيفاش كتكون هاد الحجره وكيفاش المهم هنا بزاف ما يتقال اخي الكريم اختي الفاضله. لهذا كما سبق لنا وذكرنا. والطريقه ديال الصقل اخي الكريم كاينه طريقه الصقل خاصه لهاد الاحجار، ماشي بالاله الحاده، كتكون بواحد الماشين ان شاء الله غنحاولوا ندير لكم موضوع خاص على هاد القطعه. وكاين ناس قالوا لي لقاو بان كاين تم العثور على هاد الحضانه اللي شفتوا ديك في الفيديو السابق كما كتلاحظوا. هاد الحضانه هذه قال لي لقيت معها بعض الالوان. خويا ولا اختي ملي كنقولوا لقيت حضانه بحال الشكل، ها هي دابا مثلا هذه هي الحضانه، الشكل ديالها محطوطه في الجبل اولا محطوطه في الارض، ماشي بالضروره خص تكون واقفه في الجبل، غتكون محطوطه في الارض بحال الشكل. شحال ما كيكون العرض ديالها كبير 500 يعني 50 سنتيم ولا 20 ولا الهدف ديالنا يفوت 20 سنتيم، تفوت 20 سنتيم في الكبر ديالها، تما كتكون بحال هاد الشكل اللي شفتوا دابا ديال هاد البلورات بحال هكذا، ولا غتكون عندك احجار احسن. كما سبق لنا وذكرنا لقيت الوان في هاد الجوانب ديال هنايا وهنايا اولا الفوق اولا لتحت منها. داك اللون اللي لقيت خصني ندير واحد التنقيب، نحفر وما نيأسش، حفر باش تعرف اشنو من حجر كاين تما، على حسب اللون اللي عندك كتهزو كدير له واحد العينه اولا كدير له واحد لو تيست باش هذاك الكوارتز اللي لقيتي، جزء ديال الكوارتز اللي لقيتي راه ممكن غتخدش به الحجر. كتقول لك كيفاش غنتيستي؟ غتشد وغتخدش الحجر بواحد الطريقه، يعني كتفرسي على الحجر ماشي تجرحو وانما خدش. كنحاولوا نشوفوا
القيمه ديال هذا الحجر واش جرحت لي يعني هذا الكوارتز 7 درجات، الا جرح عرف القيمه ولا القساوه ديال هذا الحجر هذا اقل من الكوارتز، اقل من 7 درجات. الا جرحت وما دا لا حق لا باطل هذا الكوارتز من هذا الحجر، كنعرف القساوه ديال هذا الحجر اللي تلاقيت، يعني اعلى قيمه من الكريستال، يعني وصلنا ل 8 درجات. 8 درجات 8 درجات. كنهضروا على الوان سبيسيال او لا الوان عندها قساوه مثل الزمرد. كاين شحال من العوامل ان شاء الله غنطرقوا ونعطيوكم القساوه ديال اي حجر بالالوان، وماشي اي الوان، ماشي اي لون. راه هو كما سبق لي وذكرت في الفيديو قبل من هذا اللي طلقنا، راه زمرد. الالوان الخضراء كما سبق لنا وذكرنا ما نعاودوش هذا الموضوع، راه باينين. لهذا ملي كيتم الخدش بالكوارتز وهذا الحجر ما تجرحش، كنعرف القيمه ديالو قيمه عاليه من الكريستال. مفهوم الاخوان؟ وهذا اليوم راه درنا لكم الاخوان اللي بغى يشوف هذا العقيق الشجري. هنايا كاينه تركيبه خاصه لهذا الحجر. هنايا علاش كيوقعوا هاد العروق؟ هنا كيكون واحد التصادم اولا فراغات كتكون داخل الحجر، وكتكون واحد المكونات هو اللي كيدير لنا هاد العلامه هذه كما كتلاحظوا. هذا عقيق شجري اخوان، هذا عقيق شجري طبيعي. ندير له واحد شويه ديال الماء باش تبان لكم الرؤيه اوضح. هانتوما الاخوان شفتوه. هنايا كاين شقوق، هذا ولو كان يتم الصقل ديالو غادي يولي احمر، حيت كاينه هذا العقيق الشجري فيه الوان كثيره وكبيره، وسبحان الله هذا اللون ديالو كما كتلاحظوا. نحاول نقيو هذه البلاصه، نديرو فيها الماء باش تبان لكم مزيان. هانتوما شوف، هنا مازال ما اكتملش. حقيقه يا اخوان، هنا مازال ما اكتملش هاد الماده هذه اللي دخلات لهذا الحجر داخل باش تعطينا هذا الشكل كما كتلاحظوا. هاي شو هذا هو العقيق الشجري. وكاين العقيق المصور فيه اسماء الله الحسنى، وكاينه اوجه، كاينه خيل، كاين بزاف، كاينه هلال، كاين بزاف الاخوان في العقيق الشجري، وان شاء الله مواضيع كثيره. وليكن في العلم الاخوان، هذا راه ما كيتمسحش، هذا راه ما كيتمسحش اخي الكريم، باش ما تقولش بان هذه راه صباغه او لا ما شابه ذلك. هذا حجر طبيعي سبحان الله جاي بهذا اللون هذا. هانتوما شفتوا الاخوان، هذا هو اللي كيتسمى العقيق الشجري. وان شاء الله غنقدموا عليه مواضيع اخرى ان شاء الله. حطيت واحد الفيديو صغير في الشورتس، اللي بغى يشوفه يدخل. اليوم الفيديو كان طويل الاخوان الكرام. على ذكر هاد الاشكال الهندسيه اخي الكريم، ها واحد الشكل هندسي رائع ديال هذا الحجر. شوف هذا ممكن غتبيعوه هكذا، غيتحط ويتباع بحال هذا الشكل هذا، والثمن ديالو غتشد فيه الثمن ديالك. كطلب الثمن ما يكونش غالي بزاف، الثمن يكون محترم وحطو يتباع. ولكن كما قلنا سبقنا وذكرنا، صوروا ديروا صور شي فيديوهين، ما خص تكون صوره بروفيسيونيل باش تقدر تبيع المنتوج ديالك. والله يسهل عليك. تحياتي للجميع. اليوم الفيديو كان طويل شويه، ولكن فيه افاده واستفاده للجميع ان شاء الله. الله يسهل عليكم. معكم اخوكم كمال الاخوان. الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناه مهم باش يوصلك اي جديد، اي معلومات حطونا في الديسكريبسيون. الاخوان كطلب مني الهاتف، الله يرضي عليكم في هذا الوقت دابا ما نقدر نعطي الهاتف ديالي حتى لشي واحد. نكون مستعد ان شاء الله باذن الله، ونديروا واحد المجموعه ديال الواتساب، وراهنا الساعه، نحن راهنا الساعه ان شاء الله باذن الله. والله يسهل على الجميع. الضغط على زر لايك مره اخرى، الاشتراك في القناه، بارطاجي مع الاخوان ديالنا باش يوصلهم اي معلومه قدمناها في هذا الفيديو الرائع. المشاهده ديالكم غيكون احسن من رائع. شكرا لكم على الدعم ديالكم. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.